السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضال فيديو ديالنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم واحد مائدة الإفطار، نتمنى والله إن شاء الله تعجبكم وتستافدوا منها يا رب. المهم أول حاجة غادي ندوز نصايب اللي هي اللحم الراس. اللحم الراس كاين بزاف د الناس غادي في شكل من لحم الراس بالشعريه صينيه، ولكن راه كيجي رائع. الناس اللي كيعجبهم اللحم الراس غير يجربوا الطريقه، راه كيجي ما شاء الله رائع. الناس اللي ما كيعجبهمش يسمحوا لينا. المهم هنا عندي شعريه صينيه، درت لها القزبره معدنوس، الملحاس، كنجيب له البزار، الخرقوم باللي، شويه د الهريسه، الكمون، درت شويه ديال درت واحد شويه ديال الكنور، شويه ديال التحميره، وضفت شويه ديال زيت الزيتون صافي. زدت هنا شويه ديال الهريسه الخضراء صافي. كنخلط الشعريه مزيان صافي. انا درت باش غادي نشرمل اللحم الراس، درت شويه ديال خرقوم بلدي، شويه ديال سكينجبير والبزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال السودانيه، وشويه ديال القزبر والمعدنوس، وشويه ديال زيت الزيتون باش غادي نخلط هاد الخليط هذا صافي. كنشرمل اللحم، كنشرمل اللحم الراس. المهم هذا هو القطع اللي عندي على هذا الشكل صافي. وكندير غادي نبخرو. انا هنا كندير اللحم راس هو الاول، عاد كندير فوق منه الشعريه الصينيه، خليته يطيب على خاطره صافي. في هذا الاثناء هذا اللي هو كيطيب، دزت باش غادي نصايب واحد التحليه اللي كتجي ما شاء الله زوينه. هنا عندي سنيده، غادي ندوز نصايب كراميل. هنا عندي سنيده، ما كندير لها النار اللي كتكون مهيله، ما كنحركو ما والو حتى كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا. عاد باش كنبقاو كنحركو غير كنحركو باليد ديال الكاسرونه صافي. من بعد منين كتذوب ليا ديك السنيده صافي، من بعد ما كتذوب لينا سنيده كنضيفوا لها الزبده، معلقه ديال الزبده، بطبيعه الحال مع التحريك. منين كنضيفوا الزبده كيف ما قلت لكم مع التحريك، من بعد ما كتذوب لينا الزبده كذلك تنتسناو حتى كذوب لينا الزبده. المهم مع ديك السنيده عاد فاش كنضيفوا واحد 4 كاس ديال الماء. واهم حاجه البنات ملي تبغيو تخويو الماء بعدوا وجهكم، لحقاش كيبقى هانتوما كيف ما كتشوفوا كيبقى يطلق هذاك بحال البقع والماء كيبقى يطير. المهم ملي تبغيو تخويو ديك 4 كاس ديال الماء بعدوا وجهكم صافي. كنبقى مع التحريك، من بعد كنحيدو من فوق البوطه وكنخليه. راه يبان لكم في الاول ما عاقدش، ولكن من بعد من كيبرد راه كيعقد. هاد الكراميل هادي كيعقد صافي. انا غندوز باش نصايب الكريمه. عندي واحد بيضه، واحد 2 فلو داك الصغار ديال درهم، كان كديروا فلو ديال الفاني. عندي واحد 4 المعالق حتى ل5 ديال سنيده. عندي واحد 4 المعالق ديال الطحين، واحد المعلقه ديال كريم باتيسير. بامكانكم ديروا هاد 5 المعالق كاملين طحين، ولا بامكانكم ديروهم كاملين مايزينا، عفوا كريم باتيسير. انا بغيت يجيني داك المذاق درت غير معلقه ديال مايزينا، والشي الاخر درتو طحين صافي. ضفت لهم شويه ديال الحليب وخلطت كلشي. المهم انا هنا عندي يطرو ديال الحليب تقريبا، يطرو الحليب ولا اكثر، المهم ما عبرتش. المهم اكثر، المهم ماشي نسيطرو اكثر، يا اما يطرو يا اما يطرو شي حاجه صافي. من بعد كنخلط كلشي قبل ما كنديرو فوق البوطه صافي. من بعد كنديرو فوق البوطه حتى يقرب يفيض كنطفي عليه صافي. انا ندير هذا المول هذا الكبير، ما غاديش ندير مولات صغار. ضفت ليه الكراميل. من بعد كنضيف الخليط ديالي وصافي. كنديرو الثلاجه. انا شاطت ليا الخليط، ضفت هاد الليمون الصغيورين هادو، غادي ندير فيهم الكراميل، وغادي نضيف ليهم الخليط صافي. كنديرهم في الثلاجه صافي. هنا درت باش غادي نصايب البطبوط. هنا عندي 4 كيسان ديال الطحين، وعندي 2 كيس ديال الطحين، وعندي 2 كيسان ديال السميده. المهم من بعد كنضيف ليهم في كاس، كنضيف معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، واحد المعلقه ديال سنيده صافي. هاد كنضيف لهم شويه ديال الماء سخون، وكنخلي ديك الخميره حتى كتضاعف الحجم ديالها صافي. كنغطيوها بميكا وكنخليوها حتى كتضاعف الحجم ديال الخماعات باش كندوز نعجن داك البطبوط صافي. انا ضفت واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، واحد شويه ديال الملح، بامكانكم ديروا غير الزيت العاديه صافي. هنا غادي نبدا باش نعجن البطبوط صافي. هنا الخميره اللي مع سنيده والماء غادي نبدا نعجن المهم داك الكاس ما كيقدنيش، كنزيد الماء. المهم الماء اللي كيكون دافي اللي ضفت صافي. كيف ما كتعرفوا يا المهم البطبوط راه كيبغي العريك عركتها مزيان صافي. من بعد ما عجنتها درت ليها الميكا وخليتها صافي. انا من بعد ما كتشوفوا ضعف الحجم ديالها كنحيد منها هذاك الهواء،
كنقسمها على 3 ديال القطع على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. كندهن الصينيه اللي كندهنها بشويه ديال الطحين وصافي. كنخليو كنبدا اول قطعه صايبت كنبدا نطلقها، كنستعمل بشويه ديال الطحين فوق الطبله. المهم انا كنصايبهم من فوق الطبله صافي. وكنطلق منين ما كنطلقش كنبدا نطلق وما كيكونوش صغارين بزاف، ما كيكونش العجينه ما كنورقوهاش حتى كنشوفوا سطح العمل ماشي حنا كنصايبوا الملاوله. المهم كيبقاو شويه كيف ما لاحظتوا صافي. وغادي نبداو نقطعوا المهم انا بغيتهم يكونوا مدورين. المهم انا درت هذا الكاس هذا. بامكانكم ديروا اللي بغيتوا المقياس اللي بغيتوا. انا كنت باغاهم يجيوني صغيورين داكشي علاش درت لهم هذا المقياس، درت لهم هذا الكاس هذا وصافي. وغير نوريكم مزيان وندوروا يدينا راه كيتحيد كتقطعوا دغيا كيف ما كتلاحظوا. وكنديرهم فوق هذيك الصينيه اللي دهنا كيف ما قلت لكم بالطحين باش ملي نبغي نحيدهم بسهوله ما يلصقوش لنا ملي نختامروا صافي. كنبقى حتى كنسالي باقي الكميه اللي عندنا كنخليهم يخمروا صافي. هاد العجينه اللي كتشيطينا راه ما كنرميوهاش طبعا، كنعاودو نديرها مره اخرى كره وكنخليوها ترتاح وكنطلقوها حتى هي كذلك. المهم هنا عندنا عفوا اسمحوا لي، هنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالهم صافي كندوز باش نطيبهم. كنطيبهم على النار اللي ما كتكونش مجهده بزاف باش كيطيبونا على خاطرهم كيبقاو يطبخوا لينا. المهم انا درت باش نصايب الحشوه. عندي هنا خيزو محكوك، عندي البيض محكوك، عندي الكاشير، عندي الطون، عندي الزيتون. المهم بامكانكم ديروا اي حشوه بغيتو ديروها. المهم انا اقترحت معكم هاد الحشوه هذه وصافي. هاد الحشوه راه كتجي ما شاء الله رائعه. عندي مايونيز وعندي البزار والملحه ما كنديروهاش. المهم وكنزيد شويه ديال الخس. اصلا العجينه كتكون مالحه والزيتون حتى هو مالح. المهم انا من بعد ما حليتهم راه كيجيو ما شاء الله رائعين، كيجيو خفافين وحتى المذاق ديالهم كيجي زوين صافي. كنعمرهم انتما كيف ما كتلاحظوا كنعمرهم. كنت نعمرهم كاملين وكنخليهم جانبا حتى كيقرب الفطور وكنحطهم. المهم انا دز باش غنصايب الملاوي بالشحمه. عندي الطحين المهم الطحين غالب على السميده وعندي سميده كذلك، وعندي شويه ديال الملح وعندي شويه ديال الخميره المعجونه. المهم اللي بغى يدير هاد العجينه اللي بغى يدير هاد الخميره يديرها، اللي مبغاش يديرها ما يديرهاش. انا كتعجبني صافي. هنا من بعد ما عجنتها ودلكتها مزيان درت لها شويه ديال الزيت وغادي نخليها ترتاح. المهم ما كنخليوش حتى يضاعف الحجم ديال لقاش فيها الخماره. المهم كنخليوها غير ترتاح وصافي. من بعد قطعتها على قطع. المهم انا حتى صايبت الحشوه باش قطعتها على القطع، ولكن في المونتاج انا تقلبوا لي المقاطع. المهم ماشي مشكل صافي. انا درت باش غادي نصايب الحشوه. عندي هنا البصله وعندي الفلفله. المهم البصله والفلفله غادي ندير شويه ديال الزيت، نضيف شويه ديال الزيت وغادي نخلي حتى كتشحر ديك البصله وديك الفلفله حتى كينزلوا لينا عاد باش كنضيفوا لهم الشحمه. انا عندي الشحمه اللي مطحونه من قبل من عند الغزال، جايبها مطحونه من عند الغزال كما قلت لكم. والغزال داير لي فيها شويه ديال الكفته. المهم ملي كتعطي واحد المذاق حتى ديال الكفته كيجي زوين صافي. كيف ما كتشوفوا من بعد ما نزلت ليا البصله والفلفله كنضيف لهم الشحمه. وراكم كيف ما عارفين الشحمه راه كتطلق لي دم ديالها انتما كيف ما كتشوفوا صافي. من بعد كنضيف لهم شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه وشويه الملحه صافي. وكنضيف قزبر ومعدنوس صافي. وكنحرك كل شيء كنحيدهم من كنحرك كل شيء وكنديرهم على البوطه تاع داك غير شي شويه يتشحر داك المعدنوس والقزبر اللي درنا صافي. وكنحيدهم من على البوطه صافي. من بعد كنطلقوا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا وكنضيفوا الحشوه ديالنا اللي صايبنا صافي. كنا نصايبوا على شكل مسمنه. انا كنصايب وحده في قلب وحده. بامكانكم ديروا غير وحده فقط تكتفيوا بها، ولكن انا كنصايب وحده في قلب وحده صافي. انا من بعد ما صليت الاولى غنحطها جانبا وغنطلق الثانيه ونديرها كذلك الحشوه الثانيه وغادي نضيف وصافي. كنضيف داك العجينه الاولى كنضيف فوق من هاد العجينه الثانيه هذه صافي. وكنخليهم جانبا حتى كنساليو كاع العجينه اللي عندنا وكنطلقوها وكنبداو نخبزوا. نتوما كيف ما كتشوفوا راه كيجيو شويه منفوخين على حسب داك الخميره اللي درنا. المهم النهار اللي ما كتكونش طبعا مجهده بزاف باش يطيبونا على خاطرهم كيجيو زوينين ما شاء الله صافي. هنا درت باش غنصايب العجينه ديال البيتزا. عندي الطحين، عندي الملحه وشويه ديال الزعتر اللي حكيته
المهم حكيتو غير بين يدي. وعندي زيت الزيتون، كنبسبس هاد زيت الزيتون مع الطحين وهاد الزعتر. وصافي من بعد كنضيف ليهم معلقه كبيره ديال الخميره، اللي ضفتها شويه ديال الماء دافي من بعد ما طلقت لينا. هي اللي غنجمع به داك شويه ديال الماء، غنجمع به وغنزيد الماء اخر كذلك اللي كيكون دافي، وكنجمع العجينه كندلكها وكنجمع كنخليها جانبا على هذا الشكل. كنكور الكورات على داك الشكل وكنخليها كندوز باش نصايب الحشوه. هنا عندي البصله والفلفله اللي مصايباهم طوال. كنخلي ضفت لهم شويه ديال زيت الزيتون، كنخليهم حتى كينزلوا. وكنضيف لهم شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر. صافي انا عندي لاصوص ديال البيتزا. انا درت مطيشه اللي حكيت مع شويه ديال الثومه وخليتهم حتى غلاو، وحتى زعما بدات داك المطيشه كتغلي. عاد واش ضفت لها الزعتر وضفت لها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشويه ديال زيت الزيتون. ومن بعد ما عاوتاني ضفت لها واحد المعالقه ديال الحك ديال المطيشه ديال الحك. صافي انا طلقت العجينه ديالي وغادي ندورها، غادي نديرها بهذا السيركل هذا المدور. بامكانكم اللي عندكم شي سيركل مربع ديروه، المهم كديروا على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي البيتزا ديالو. صافي هنا كنتقبها بالفرشاط، لحقاش راكم عارفين درنا الخميره باش ما تنفخش لينا بزاف. صافي هنا كنديروا لاصوص ديالنا. من بعد كنضيفوا البصله والفلفله، ومن بعد كنضيفوا الطون. انا هاد البيتزا هادو غنصايبهم بالطون، اللي بغا يدير الزيتون كذلك يديروا، انا ما درتوش. صافي هنا غادي نضيفوا عاوتاني كذلك الفرماج المحكوك. صافي انا درت باش نصايب الروز. عندي واحد المعلقه كبيره ديال المطيشه، عندي سكينجبير والبزار وشويه ديال التحميره والملحه وشويه ديال الخرقوم بلدي. كنضيف لهم شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال القزبر معدنوس، وكنضيف شويه ديال زيت الزيتون وكنخليهم يتشحروا مزيان. من بعد كنضيف لهم واحد شويه ديال الماء، وراه عندي كذلك الفلفله اللي مقطعه قطع صغيره. كنضيف لهم شويه ديال الماء باش المهم كطيب شي شويه، كطيب داك القزبر معدنوس والفلفله. صافي من بعد كنضيف لهم الروز اللي كنكون سلقاه من قبل ومنشفه على هذا الشكل هذا، مسقطر على هذا الشكل هذا. صافي كنبقى نضيف الروز بشويه بشويه، ما كنضيفوش دفعه واحده، كنبقى نضيف بشويه بشويه ومع التحريك طبعا. المهم انا راه من عشاق الروز، كيعجبني الروز بشتى انواعه كما كان. المهم انا كيعجبني الروز، وهذا الروز حتى هو كذلك كنصايبو اللي كيجي زوين. صافي هنا عندنا التفاح، عندنا التفاح والفريز فقط. المهم هادو هما الفواكه اللي كانوا متواجدين عندنا في البيت. المهم اي فاكهه عندكم بغيتي ديروها، انا كانوا متواجدين عندنا غير التفاح والفريز. غنضيفو لهم شويه ديال الحليب، غنضيفو لهم الحليب وغادي نضيفو لهم سنيده وكنطحنوا كل شيء. المهم كيف ما كتعرفوا السنيده كتبقى على حسب الذوق، على حسب الحلاوه. صافي هاد العصير كيجي زوين. صافي هنا من بعد ما سالينا الروز ديالنا جا على هذا الشكل هذا. المهم ديك التحليه راه ما حطيتهاش، المهم خلينا حتى تصحر، خليناها في السحور ما حطيناهاش في الفطور. المهم ديك التحليه هي ما شاء الله جات غزاله. المهم هنا عندنا الملاوي اللي معمرين بالشحمه تا هما كيجيو ما شاء الله رائعين. وهاد البطبوط راه تا ديك الحشوه راه كتجي فيه خطيره، كيجي فيها المذاق ما شاء الله غزال. صافي هنا عندنا دوك البيتزات وعندنا الحريره المغربيه. المهم حنا كنديروا الحريره كل نهار كنديروا الحريره. وصافي عندنا كذلك هاد الحمراس اللي معمر بالشعريه الصينيه، حتى هو كيجي زوين. كيف ما قلت لكم الناس اللي كيعجبهم اللحم الراس غير جربوا بهذه الطريقه، راه كيجي ما شاء الله زوين. ونتمنى والله ان شاء الله تعجبكم مائده الافطار ديالي. اللهم ادمها نعمه يا رب، ولا يسر الجميع يا رب. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم البنات.